يريح هذا الدول. الموضوع أكثر ما تصور، الموضوع وراه دول بالشبابية، وراه قطر وراه فرنسا. فرنسا تريد العودة لإقليم فزان كولاية، وتريد العودة لشرف منطقة آخر. فأرجوكم إذا خاطر تتبعوا كل انتباه، هذا الموضوع لا ينفع في مؤتمرات فقط، ينفع في رجال يشتغلوا ويتحركوا ويقابلوا المسؤولين، وأنا أول واحد نفسي ذلك. تكفير! وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أشكر جميع الأخوة الذين لفوا هذه الدعوة ونقول هذا المؤتمر مشكورين إخواننا في الدعوة. لازم على الخير الإسلام مشكور الأستاذ طارق. اللي خلفك اللي يحول بس، اللي خلف يا وقت حول على الوحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي يا عمو معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البيان للبيان الختامي لملتقى أهل فزان تحت شعار عدالة وحدة تنمية رفضا للليبرالية والتقسيم، انطلاقا من انعقاد المؤتمر الأول لأهل فزان بمدينة سبها تحت شعار عدالة وحدة تنمية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2012 بروح وطنية عالية لقدها أبناء فزان ومن كافة مدنها وقراها. جاء هذا الانعقاد لتجديد الوحدة الوطنية لليبيا الحبيبة، وإن وحدتها هي خط أحمر رمزا لشهدائنا الذين سقطوا في كل مكان لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة من أجل الارتقاء بهذا الوطن الذي استحق التضحيات. الذي استحق التضحيات الآن كل الجهود التي تبذل للارتقاء به إلى مطافي الدول المتقدمة. إن الملتقى الأول لأهل فزان منعقد بمدينة سبها، وإذ تدارك أولا زيادة نسبة تمثيل فزان في المؤتمر الوطني العام. ثانيا نعم لوحدة ليبيا ونعم للامركزية الإدارية. ثالثا لا للتهميش لا للإقصاء، ويؤكد على المبادئ الآتية. أولا لا للفيدرالية لا للفيدرالية لا للفيدرالية. الله أكبر الله أكبر. ثانيا نعم لوحدة ليبيا، نعم للامركزية الإدارية ولا للتقسيم ولا للفيدرالية في ليبيا. ثالثا زيادة تمثيل فزان في المؤتمر الوطني العام مطلبا وضرورة ملحة، وذلك باعتماد نظام المحافظات العشر، مما يؤدي إلى رفع مقاعد فزان إلى 40 مقعدا. الله أكبر. رابعا يرفض أبناء فزان ضم منطقة سرت إداريا أو انتخابيا لفزان. الله أكبر الله أكبر. خامسا ومن التأكيد أن ليبيا دولة حرة ذات سيادة تصون حرية المواطن واحترام حقوق الإنسان، ودستورها يصون التداول السلمي للسلطة. وأيضا من المبادئ التي أكد عليها المجتمعون أن التنمية في ليبيا متوازية وفي جميع المناطق في جميع ربوع ليبيا الحبيبة. سابعا التأكيد على أهمية إحداث التوازن في اتخاذ آليات القرار السياسية والإدارية التي تتعلق بليبيا إجمالا. ثامنا يرفض أبناء فزان كل أشكال التهميش، ولا بد من أن يتفوق أبناء فزان مختلف المواقع السياسية والإدارية في ظل الأطر العلمية والسياسية التي تذكر بها منطقة فزان. تاسعا المصالحة الوطنية عملا أساسيا لا بد منه، وهو مسؤولية مباشرة للمجلس الوطني الانتقالي، وهو أساس لنقل ليبيا إلى مرحلة متقدمة. أخيرا وليس آخرا أكد المستمعون أن الملتقى يوحد ما جاء في تعديل المادة 30 بشأن انتخاب أعضاء هيئة وضع الدستور باحتساب الأعضاء بالتساوي بين كل مناطق ليبيا الحبيبة. وعاشت ليبيا الله أكبر الله أكبر. وعاشت ليبيا حرة أبية. ويؤكد المستمعون على أنه يوم الجمعة القادم سوف تكون مظاهرة